عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم بدينا في وصفات حلو العيد. أول حاجة عملتها كعك اللوز، عملته بزوز أشكال. الشكل الأولاني العادي المدور، والآخر عملته كالكعبورة هكا المزينة بالنقاش. جاي ياسر بنين معلق كيف ما تراو فيه هشوش، يعمل 66 كيف. وصفة سهلة برشا وبرشا توانسة يحبوها ويعملوها في العيد. اول حاجه باش ناخذ الكونتيتي نتاع اللوز. انا استعملت 300 غرام لوز. اللوز لازم يكون ارطب بالكدا بالكدا، غربلوه الماكسيموم. عندنا عظمه، وعندي لهنا شويه ماء ورد، وبيان سور باش نحطو كميه السكر المحور. انا حطيت 100 غرام خاطر يحبوه حلو. تجمو تنقصوا تجمو تزيدوا كيف ما انتم تحبوا. الحاجه المهمه اللي لازمنا نغربلو بالكدا بالكدا السكر المحور باش يتخلط مليح مع اللوز. واللوز زاده لازم يكون ارطب بالكدا بالكدا. نخلطوا كل شيء مع بعضه، وبعد باش نزيدوا بقيه المكونات. لازمنا نخلطوا السكر واللوز بالكدا مع بعضهم. لهنا باش ناخذ فرشيطه ونركض العظمه. الكونتيتي نتاع العظم مربوطه باللوز يشرب ولا لا. انتم هاوكا اركضوا من الاول عظمه على 300 غرام، وبعد كان استحقيتوا شويه اخر تجموا تزيدوا. انا ديجا زدت شويه. حطيت العظمه ما نحطوهاش الكلي من الاول، وحطيت مش العطرشيه، حطيت الماء ورد، وبديت بتراطف الصوابع متاعي. ما نعجنوهاش، يعني تقوش علينا نعجنو في عجينه، جست لموها لمان. لهنا البات متاعنا كيف ما تراو قاعده تتلم، شاده روحها. راهي لازمها تكون طريه مش يابسه على الاخر كيف ما تراو فيها في الفيديو. وكيف ما قلت لكم ما نعجنوهاش. لهنا بعد ما لميتها الكلي ولات عندي يعني كعبوره باهيه باش نحي السحفه، وباش نحطها على البلان دو ترافاي، وباش نبدا نخدمها. خطر فيها شويه خدمه العجينه. لهنا كيف ما تراو قعدت لي كونتيتي نتاع ضم هذيك باش ندخلوها بعد في العجينه. تراو في الفيديو كيفاش. لهنا حطيت العجينه متاعي على البلان دو ترافاي، وبديت نصب شويه بشويه العظم، وباش ندخلو حتىش لين تزيد تطرب الكدا وتتلم. وباش نعملوها بالكفوف متاع اليد، ماناش باش نعرقوها، جوست بالكفوف كيف ما تراو توا في الفيديو. باش نبدا حتىش لين العجينه ترطاب معانا بالكدا بالكدا، وتولي ما عادش نحسو هكا الحبيبات متاع اللوز، ما عادش نحسوهم تحت يدينا. نقعدوا نلموها البات ونعاودوا نطرحوها بالكف متاع اليد. و ميم طون كي نحسوها تستحق اكثر عظم نزيدوها شويه. انا الوصفه استحقت لي عظمه كامله وشطر متاع عظمه. المرحلة هذه مهمة برشا، لازمنا نقعدوا على القليلة درجين واحنا نحلو في البات هكاك على البلان دو ترافاي حتىش لين تولي عنا عجينة رطبة. وكيف ما تراو حتى من لونها تبدل شوية، ونوليو حبيبات اللوز ما عادش نحسوهم تحت يدينا. توا باش نغلف العجينة بالكدا بالكدا بالبابي سيلوفان، ونخليها ترتاح شوية لو طون اللي حضرت الحاجات اللي باش نخدم بيهم. لهنا البات متاعنا كيف ما تراو فيها ما شاء الله روعه، جات طريه وباهيه. نحط الميزان متاعي وباش نوزن 20 غرام. تنجموا تعملوا اكثر شويه ولا اقل شويه، انتم كيفاش تحبوا. اقل من 18 19 غرام باش تولي ياسر صغيره الكعبه، واكثر من 22 غرام 23 غرام انا نحسها باش تولي ياسر كبيره. انا خيرت ما بين البنين 20 غرام. غديت هذاك ريت سويت سوندس عملت بيه، قلت يا برا عندي نعمل بيه حتى انا، ونعملوا الشكل نتاع كعبة الكعك اللوز. هو فما قالب يتباع سبيسيال، اما منحسها الكعبة ما تجيش مزيانة كيف ما تعملها باليد. كيف ما تراو نقبتها ونقعدوا نشكلوا فيها كيف ما تراو في الفيديو، نحسنوها بالكدا، نخدموها بالكدا حتى لين يولي منظرها مزيان. سهلة برشا يعني ما تاخوش برشا وقت ديجا. نقعدوا نحسنوا في الشكل نتاعها حتى لين تجينا الكعبة مزيانة ومرتوبة بالكدا بالكدا. بعد بيان سور باش نزينوها بشوية بيستاش. انا غديت عندي ابيض عظمة، ريتوها الكعبة كيفاش مزيانة جات محلاها. ابيض عظمة باش نحط شوية من الجنب من هنا ومن هنا،
وباش نرشقوا كعبة البيستاش فوقها. الزينة تجموا تحطوا زوز أنصاف ولا 3 أنصاف كيف ما أنتم تحبوا. تجموا تغطسوه زاد الكل في السكر المحور، ما غير تحطوا البيستاش تغطسوه في السكر المحور وتحطوه في طبق زاد يجي مزيان برشا. نعاود معاكم كعبة أخرى، طريقة سهلة وما تاخوش برشا وقت، صدقوني من با ساعة عملت الكونتيتي هذيك الكل. كيف ما تراو لهنا نعمل في الكعبة الثانية، وبعد خيرتش نعمل شكل آخر، قلت هكاك نزين بيهم صحن. أنا الحق ما عملتش كونتيتي كبيرة خاطر ما ناكل، يعني مش أنا ما ناكلوش الحق الحلو هذايا، جوست راجلي يحبوا ونجموا. يعني حبيت نقول لكم اللي بكونتيتي صغيرة متاع فاكهة نجموا نعملوا صحين باهي هكا للعيد، نجموا زيد نذوقوا العائلة والأحباب. مش لازم واحد كي يجيب يعمل حلو العيد لازم يعمل كونتيتي كبيرة، هي هكا فرحة نعمل كونتيتي صغيرة من كل حاجة، ويا ربي لك الحمد والشكر. لهنا باش نعمل شكل جديد، غذيت الكعبورة زاد 20 جرام وباش نغطسها الكل في السكر محور كيف ما تشوفوا. اما الكعبورة قبل ما نغطسوها لازم نرتبوها بالكدا بالكدا، لازم نتنحوا الشقوق الكل منها، وبعد باش تجينا مزيانه غطستها في السكر المحور. ناخذوا شويه بيستاش نرشقوها من الفوق، ولهنا عندي النقاش نعملوا الزينه كيف ما انتم تحبوا. انا كيكه زينه عملتها من اللوطه شويه وبعد كملت من الفوق، وجينا كعبه محلاها كعبه حلو لوز مزيانه. هي هذه نورمالمون يعملوها سيترونه، يحطوا فيها زيت دو سيترون ولا الاغوم دو سيترون. انا ما حبيتش خاطر قلت خليهم كلهم نفس الجو بالماء ورد. عملت كعبات هكايا وكعبات مدورين، وبعد بيان سور باش نحطوهم يطيبوا في الفور. الاشكال تجموا تعملوا اي شكل انتم تحبوه. انا اخترت زوز اشكال هذوما ساهلين وما ياخذوش برشا وقت. لهنا الكونتيتي حضرت تو باش ندخلهم للفور. انا حطيتهم على 140 درجه حكايه 10 دقائق. انتم كان الفور نتاعكم سخون برشا نقصوا، خاطر انا مالوغوزمون فوري سخون وحسيت حتى ال 140 درجه برشا قويه خاطر حسيتهم بداو يحماروا. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. ما تنساوش باش تشجعوني باللايك والكومنتير، وكان عجبتكم الفيديو بيان سور بارتاجيوها مع اصحابكم وعائلاتكم. توا نقول لكم في امان الله.